يا مساء الهنا والحلويات على احلى واجمل اخوات. احدثكم من مطبخنا المتواضع. في لمبه ورايا، انا واقفه هنا عشان ما تبص، ما علينا. جايه لكم ومعايا صفقه. الصفقه في الكيس الاسود ده. لو انت قرعه هطلع لك شعر. لو شعرك بيقع كل يوم كتله قد كده اهو هطلع لك شعر. لو بتتكسفي تقلعي الطرحه قدام صحابك، جيرانك، قرايبك، اخواتك، علشان بقى عندك فراغات، هنا هطلع لك شعر. كل ده هطلعه لك وب 30 جنيه بس. ب 30 جنيه والله العظيم، بقى اقل كمان. جبت الصفقه وسرقت حاجه عشان ما كنت نسيتها بصراحه. فتعالوا بينا نبدا كده ونشوف الفيديو بنقول ايه، ويلا بينا من غير كلام كتير. عملتوا لايك ولا لا؟ ما عملتوش يبقى نحط لايك. يلا بينا نبدا. بصوا يا اخواتي، رحت عند العطار بس يكون عطار نظيف. اوكي، جبت من عنده آه حبه البركه وروزماري وقرنفل. ثلاث مكونات دول: حبه البركه وروزماري وقرنفل وورق سدر. لو ما لقيتيش ممكن ورق راوله عادي، بس الافضل ورق السدر. اوكي. هنجيب دول وهنحط كده ايه في طبق كميات، وهقول لكم نعمله ازاي دلوقتي بحيث ان هو يطلع لكم شعر بيبي هير ويملى الفراغات. التونر ده جايب نتائج حلوه قوي 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 قوي. وفي حاجه تانية بجربها، لو جابت معايا نتيجه هطلع اقول لكم عليها برضو. فتعالوا بينا نشوف هنعمل ده ازاي. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي مش غاليه خالص. انا جايبه الثلاث حاجات دول ب 30 جنيه اقسم بالله. بصوا كل ده، يعني الروزماري ب10 والقرنفل ب10 وحبه البركه ب10 وده سرقيه. طبعا انا مش هاخد كل ده، انا هاخد منه ورقتين ثلاثه. وحلتنا جميله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبت طبق زجاج عادي جدا، طبق ابيض عادي يعني. انا بقى يعني هو اصلا ملوش لازمه، انا بس عشان اعاير قدامكم. بسم الله. هنحط معلقتين حلوين كده روزماري، معلقتين حلوين كده يعني. اوكي ادي المعلقتين. بجد يا جدعان، اصلا الروزماري لوحده ده سحر في الانبات. ابحثوا عنه كده على جوجل هتلاقوه سحر. عايزه اقول لكم ان ريحه الاعشاب دي اصلا يا خرابي يا خرابي يا خرابي، يعني بجد قلبه لي ريحه الشقه. في المكان اللي انا كنت حاطاها فيه كانت قلبه ريحتها تحفه. اوكي، وهنحط معلقه حبه البركه. اوكي، وهنحط قد كبشه كده يعني، حبه كده قرنفل. اصلا القرنفل برضو معروف ان هو جامد جدا جدا للشعر. ليه فوائد كتير يعني. فانا هحط كده ايه، حبه كده، كبشه كده بايديا. ماشي. وهنحط بقى ورق راوله او ورق سدر المتوفر عندكم. فانا ما عنديش الا الورق ده، سرقاه من الست الوالده. لما تشوف الفيديو طبعا هتنفخني اهو ده. ورق السدر يعني تقريبا مش موجود في مصر كتير، او مش عارفه بصراحه، بس انا كنت بدوخ عليه لما باجي اسال عليه عند العطار يعني. فممكن، مش عارفه يعني. فاحنا ايه، هنستبدله كده كده مش هيضر. ماشي. فاحنا هنحط ايه، ورقتين ثلاثه كده. انا يعني حطيت ورقتين وادي ورقتين تاني، يبقى 4 ورقات. ماشي، مش هحط اكتر من كده. ونقفل ده ونرجعه تاني للحاجه عشان الحاجه لو شافتنا هتولع فيه. ماشي. وهننزل بيه على حله ميه، مش حله ميه، هننزل عليه بحله ميه، بحله فاضيه ونحط عليها ميه. هي الحله دي عشان غويطه كده شبه القدره فهو مش باين اهو. اوكي، وهننزل عليه بالميه. انا مليت كوبايه كده يعني، احنا هنحط عليه حبه، ممكن نحط كوبايتين من دي وهنسيبه 10 دقايق يغلي على النار. وبعد ما يغلي هنصفيه. فانا هحط هنا كوبايه ميه، ادي كوبايه. هحط كوبايه تاني واحطه على النار لمده 10 دقايق. بعد ما يغلي هوريكم بقى ايه اللي هيحصل لما يغلي. بعد ما هيغلي المفروض ان انا هصفيه وهاخد الميه دي. فانا هستنى لما يغلي واوريكم انا هعمل ايه. اوكي. هنا بعد ما غلي بصوا، عايزه اقول لكم ان انا بعد ما عملته ملك اختي قالت لي ان هي هتستعمله، فهضطر ان انا اعمل كميه تاني. بس ده منظره اهو. يلا بينا بقى دلوقتي نصفيه. القمعان اللي هصفي بيه، وفي من هنا مصفى. اوكي. همسك الحله. ممكن استنى لحد ما يهدى لان السخونيه دي خايفه ان هي تسيح البلاستيك. عايزه اقول لكم بقى ده ان ده سحر، اقسم بالله سحر في الانبات.
احنا عاملينه بمواد كلها طبيعيه. بصوا انا فضيت بقى جزء، فده البخاخه اهي اللي انا عملتها، فانا قلت مش هعمل لقيه تاني، انا هعمل البخاخه دي. هي البخاخه دي صلاحيتها اسبوع، فانا هستخدم دي الاسبوع، واللي باقي في الحله هديه لملك اختي، بحيث ان كل واحد فينا يستعمل بخاخه لوحده. بصوا بقى، ولا ريحه بقى في الشعر تضايقك ولا حاجه، هتستخدمي ده. وبعد كده عايز تغسليه تغسليه، مش عايز تغسليه عادي، هو ما بيضرش. انا بعمله بنام بيه، لما بصحى الصبح باخد الشاور بتاعي عادي وبغسل بالشامبو بتاع القشره. استعمل القشره ده، يعني ده مش معروف، مش كل الناس هتستخدمه، بس انا بستخدمه. ده بالزيت الاخضر، ده بيشيل القشره رهيب رهيب. ده شامبو بلسم، انا اصلا مخلصه نصه زي ما انتم شايفين كده. ده والله مش عارفه انا مني، بس هو الازازه بتطلع منها يعني. بس فجربوه وبجد بجد هتنبهروا بيه، اقسم بالله هيعجبكم جدا. التلاجة وما بتيجوا تستخدموه بتطلعوا وتستخدموه، بعد كده ترجعوا التلاجة تاني. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، عشان جدا جدا